طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. من مات على حب آل محمد مات مؤمن مستكمل الإيمان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. من مات على حب محمد وآل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. لا بأس بقراءة الفاتحة لروح الشهيدين الصدرين والنجلين الطاهرين والعلوية الطاهرة بنت الهدى، وإلى روح جناب الشيخ أحمد العبودي مسبوقة ومشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. لإطاعة الدين الإسلامي والحوزة الشريفة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. لردع الفساد ولعن المفسدين الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. لتأييد الجهد المبارك للسيد مقتدى الصدر ولمن آزره وعاضده من الأخوة المتظاهرين والداعين إلى الإصلاح الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. في هذه الآية الكريمة يبين المولى تبارك وتعالى قضية الأمانة التي عرضها على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال فأبينا وأشفقنا أن يحملنها وحملها الإنسان وتصدر الإنسان تلك المهمة العظيمة فادعى أنه قادر على حمل الأمانة، ولكن الإنسان ذلك الذي ادعى تلك القدرة كان ظلوما بحق ربه وبحق نبيه وبحق بني جنسه، وجهولا بعظمة الأمانة وثقل الأمانة. في هذه الآية الكريمة مع الإيجاز والاختصار نريد أن نعرف ما هي أقسام الأمانة، تلك التي عجزت عنها السماوات والأرض والجبال. الأمانة يقسمها العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول أمانة الله تبارك وتعالى. أمانة الله تبارك وتعالى، وأمانة الله من أبرز مصاديقها العقل ذلك الذي ميز الله به الإنسان وأكرم به الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. بأي شيء كرمهم الله؟ كرمهم سبحانه بالعقول، وتعبدهم بالعقول، وميزهم بالعقول، وأكرمهم بالعقول. وما عبد أحبه الله إلا وأكمل له عقله. وقد تحدثنا في خطب سابقة عن العقل، وكيف إن الله قال بعزتي وجلالي بعد أن أمر العقل بأن يقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فأدبر، فقال بعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أحاسب وبك أعاقب وبك أثيب وبك أدخل الجنة وبك أدخل النار، ولولا أنت أيها العقل لم أعبد ولم أعرف. فإذا علينا أن نعرف هذه النعمة، وهي نعمة العقول. إن الله حينما أنعم علينا بالعقول أراد منا أن نكون عبيدا له لا عبيدا لمن سواه، نعرف الحق فنتبعه، ونعرف الباطل فنجتنبه، ولا نكون مع الريح حيثما مالت نميل، ولا نكون مع الأهواء ومع الدنيا ومع الغريزة ومع الشهوة. فإذا حكمنا العقول حق التحكيم أصبحنا عباد مقربين من الله. وبمناسبة العقول أنا أخاطب، ومن باب التوصية من المكتب الشريف في النجف الأشرف، أخاطب الأخوة الذين يغالون بالأشخاص، ومهما بلغ الأشخاص من مرتبة ومن علم ومن إيمان فهم عبيد لله لا عبيد لسواه. فعلينا جميعا بعدم المغالاة، علينا جميعا بمعرفة أن الناس مهما بلغوا من القوة ومن الإيمان فهم عبيد لله، فلا نغالي فيهم مثل ما يغالي الكثير في جناب السيد الشهيد الصدر قدس سره، مثل ما غالوا من قبل بالأئمة عليهم السلام وجعلوهم أربابا من دون الله. فعلينا أن نحب الصدر بعقولنا، ونحب الصدر بعواطفنا الصادقة، نحب الصدر حينما نعرف ماذا أراد الصدر الشهيد والمرجع الفقيد. علينا أن نواليه الولاية التي نكون له زينا ولا نكون عليه شينا. اعلموا أخوتي أن الأيام تعود بنا من جديد، مثل ما جرى مع أئمة أهل البيت، مثل ما هلك فيهم المغالين وهلك فيهم المقالين. فبعض غالوا في الأئمة حتى أعطوهم رتبة الربوبية أو رتبة دون رتبة الربوبية، وقالوا هؤلاء هم الذين ماذا يقربون إلى الله. نعم الأئمة يقربون إلى الله، السيد الشهيد يقرب إلى الله، ولكن يقرب إلى الله حينما نأتيهم من حيث أمرنا الله تبارك وتعالى، لا من حيث نريد، لا من حيث الأهواء والمصالح الشخصية والمآرب الدنيوية. السيد الشهيد الصدر فقيد الله، السيد الشهيد الصدر فقيد الله، شهيد الله المجاهد الذي بذل الدماء في سبيل الله. فعلينا أن نعرفه المعرفة التي تكون فخرا لنا في الدنيا والآخرة، وهو القائل كلكم في الجنة ولكن الجنة درجات فتسابقوا إليها. علينا أن نعرف كيف نردع المغالين الذين يدعون بأنهم أصحاب القضية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن. أصحاب القضية يغالون بالسيد الشهيد من جهة، ويغالون بالسيد مقتدى الصدر من جهة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بينما السيد الشهيد الصدر لعنهم وردعهم، والسيد مقتدى الصدر لعنهم وردعهم. فإذا كان صاحب الذي تدعون بأنه مولاكم وإنه قائدكم وإنه إمامكم ردعكم عن هذه الأفكار الضالة المضلة، فلماذا أنتم تبالغون وتستمرون على طريق الانحراف والانجراف؟ وأيضا أخاطب الذين
يدعون أنهم يمانيون، أنهم يتبعون المسمى أحمد بن الحسن اليماني، وهو والله ليس بيماني. فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل السفياني فهو مفتر كذاب. أنا على يقين أن أصحاب اليماني ومن يوالي أصحاب اليماني هم ثمرة إسرائيلية، ثمرة قطرية، ثمرة سعودية أمريكية بريطانية، أرادوا ماذا؟ أن يجعلوها فيما بيننا، أو بالأحرى بذرة منحطة، أرادوا أن يضلوا الناس بها، أرادوا أن يضلوا الناس بها. وإلا اليماني الذي يندعي أنه اليماني وأنه مرة يقول أنا وصي عيسى بن مريم، ومرة يقول أنا وصي الأئمة المعصومين، ومرة يقول أنا الإمام المهدي، ويعطي نفسه مراتب، ومرة يقول أنا ابن الإمام المهدي. حبيبي، من هو الذي أعطاك هذه الرخصة وهذا الادعاء؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأنا على يقين، وقد ذكرت ذلك في محاضرات ودروس كثيرة، أن هذا الفعل فعل خالي من المعنى وخالي من المحتوى، إنما هو فعل تضليلي، فعل إغوائي، فعل انحرافي، فعل يريد أن يمزق الوسط الشيعي. فإن الوسط الشيعي قد ابتلي بالكثير من البلاءات الوهابية حينما يقاتلون ويذبحون الشيعي على الهوية، والفساد الإداري والمالي من الحكومة التي تدعي إنها شيعية وهي عميلة إلى الغرب الكافر بامتياز. وفوق كل ذلك تأتي حركات تدعي النسبة والانتساب لأهل البيت، ثم يريدون أن يحرفوا الناس عن الطريق القويم والصراط المستقيم. نحن نقول كما قال السيد الشهيد الصادر: لا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا إلا بمراجعة الحوزة العلمية. فهؤلاء المغالون على خطأ، وهؤلاء اليمانيون على ضلالة، فلهدايتهم وصلاحهم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانعم عنهم. أخوتي، وأيضا من التكاليف التي أمرنا الله بأن نحفظها ونراعيها هي الواجبات حينما نؤديها على أكمل وجه، والمحرمات حينما نجتنبها. الله أعطانا مجموعة من الواجبات، من ضمنها الصلاة، ومن ضمنها الصيام، ومن ضمنها الزكاة، ومن ضمنها الجهاد، ومن ضمنها الخمس، ومن ضمنها الأمر بالمعروف، ومن ضمنها النهي عن المنكر، ومن ضمنها ولاية أهل البيت، ومن ضمنها التبرؤ من أعداء أهل البيت. هذه واجبات أمرنا الله بأن نؤديها حق أدائها، فإذا حفظناها وحافظنا عليها فإننا قد أدينا الأمانة التي أوكلنا الله بها. فعلينا أن نراعي هذه الواجبات، علينا أن نراعي الأمانة التي جعلها الله في جوارحنا وجعلها الله في جوانحنا. أمانة النظر علينا أن لا ننظر إلا ما أحله الله لنا، السمع علينا أن لا نسمع إلا ما أحل الله لنا، المشي علينا أن لا نمشي إلا حيثما أمرنا الله به. ومن ضمن الأمانة الصلاة والحضور لصلاة الجمعة، فالذي يستهين ويتهاون بالحضور لصلاة الجمعة، وهذا الخطاب ليس فقط للصدريين إن صح التعبير، ولكن لكل شيعي ولكل مسلم ولكل مدعي إنه يريد أن يراعي حقوق الله. أقول لهم: لماذا تتكبرون؟ ولماذا تتكاسلون؟ ولماذا تتباطؤون؟ ولماذا تتهاونون وأنتم تدعون إنكم شيعة، وأنتم تسمعون آذان الصلاة ولا تلبون أمر الله؟ والذي لا يلبي أمر الله يهلك في الدنيا والآخرة. وسورة الجمعة غير شاهد على ذلك: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. النبي كان يخطب بقومه، فلما رأوا تجارة انفضوا إليها وتركوا النبي قائما، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا لولا أن نفر بقي معي لساخت الأرض بهؤلاء، لساخ الوادي بهؤلاء.
هؤلاء وخرج منه نارا عظيما أهلكهم جميعا. إذن علينا أن نحافظ على الصلاة، علينا أن نحيي الصلاة، علينا أن نقيم الصلاة، وإلا فلا ندعي إننا شيعة وموالين. البعض يدعي أن هذه الصلاة للصدريين، أليس كذلك؟ لا حبيبي، إن الصلاة لله تبارك وتعالى، والذي يؤديها يؤدي أمر الله، والذي يتهاون فيها يتهاون بأمر الله، والذي يتهاون بأمر الله سوف يهلك في الدنيا والآخرة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. لا أريد الإطالة. أما أمانة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أمانة الرسول الأكرم نعرفها من الحديث المشهور المنصور المتواتر المتفق عليه بين الفريقين بقراءات متعددة. قال صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نعم، هذا الحديث اتفق عليه بين الفريقين. كتاب الله القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، كتاب الله الذي به علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، كتاب الله الذي يشفع يوم القيامة لمن قرأه ولمن عمل بأحكامه، كتاب الله الذي يشكو إلى الله من الذي همله وجهله ولم يؤدي حقه ولم يعمل بأحكامه. أحد الشكات